يلا يا نمور، يلا الاكل اهو، اكل كتير، يلا عشان هناكل النهارده حلو قوي. النهارده اصطادنا حلو خالص، والاكل بتاعته لذيذ قوي. يلا يلا دوق. بابا، طعم حلو قوي. بابا، ممكن ادي حته كده لسيمبا صاحبي علشان هو كان تعبان من امبارح وانا كنت قايله ان انا هعدي عليه. ماشي يا سنمور، يلا بينا على سيمبا. بابا الحق، شوف مين جاي علينا كده. بسرعة، ده الدب المتوحش، اجري يا نمور. انتوا هتهربوا مني فين؟ انا هنا ملك الغابة، انا لازم اموتك. انت فاكر ابنك اللي هرب مني ده انا كده كده مش هيشبعني، لكن انا هاكلك، يعني هاكلك. يا بابا يا حبيبي. يا بابا يا حبيبي. بص يا بابا، مين بيعيط؟ بص بيعيط كده، ايوه عمال يقول يا بابا يا حبيبي. تعالى نشوف ايه اللي حصل لنمور يا بابا، ده صاحبي. مالك يا نمور؟ بتعيط ليه؟ ايه اللي جرى لباباك؟ مالك في ايه؟ اتكلم. انا وبابا خرجنا واصطادنا وجبنا اكل حلو قوي، وكنت مخليه حته كبيره لسيمبا وجاي العب معاه. مره واحده الدب الشرير هجم على بابا وموته. انا مش ممكن اسيب حق بابا. هو بيجري ورايا. ايه؟ الدب الشرير قتل نمور صاحبي؟ ده كان احسن واحد في صحابي، انا كنت بحبه قوي، ده كان المساعد بتاعي. طيب انا ليا بقى تفاهم تاني مع الدب الشرير ده. طب يلا ادخل العب مع سيمبا وعيش معانا جوه، احنا عندنا اكل كتير هيكفيك ويكفي سيمبا، والعبوا مع بعض وانسى الموضوع. صباح الخير يا بقرة يا جميلة، ازيك يا معزة يا صغننة؟ الله، انتوا جايين الصبح بدري هنا بتعملوا ايه؟ انا قلت اقوم الصبح بدري واروح بسرعة اجيب حشائش لولادي علشان جعانين من امبارح ما اكلوش كويس. الحشائش امبارح كانت قليلة، لكن المكان ده مليان حشائش. وانا كمان استأذنت من ماما وقلت العب شوية، وكمان بالمرة اكل شوية حشيش من هنا، ده طعمه حلو قوي وكمان طري خالص. انا الغزاله كانت موعداني وقالت لي يا بقوره ان انا جايه النهارده وما جاتش لغايه دلوقتي، يا ترى هي عيانه ولا ايه؟ يمكن هتيجي بعد شويه، مستنيه اما ولادها يصحوا من النوم وبعدين تيجي تجيب لهم حشائش هي كمان. عندك حق يا معزه يا صغنونه، البقره دي سمينه وهتشبعني، وكمان المعزه لحمها حلو قوي. سيبني اروح لولادي، سيبني حرام عليك، سيبني. وكمان المعزة دي امسمس فيها على مهلي، طعمهم حلو قوي. الحقنا يا ملك سيمبا، الحقنا يا اسد سيمبا، انجدنا، الغابة بتنهار، كل الحيوانات بتتقتل وبتموت، احنا في مشكلة كبيرة، احنا في مصيبة كبيرة. مالك مذعور كده ليه يا ارنوب؟ في ايه اللي حصل؟ ومالهم حيوانات الغابة؟ وايه الذعر اللي انت فيه ده؟ انت ما تعرفش يا اسد سيمبا ان الدب الشرير هجم على حيوانات كتير قوي في الغابة وقتلها، قتل البقرة وولادها عمالين يعيطوا عليها، وكمان المعزة الصغننة مامتها مموتة نفسها من العياط عليها. ايوه يا اسد سيمبا، انا شفتهم وانا على الشجره وهم عمالين يقولوا له سيبنا، لكن هم ما بيرحمهمش وبياكلهم على طول، ده متوحش قوي. وهو شافك يا عصفوره، هو مش هيهتم بوجودي لان انا حاجه ضعيفه وبسيطه قوي بالنسبه له، وعمره ما يفكر ان هو ياكلني. طب انتوا عارفين مكانه فين؟ ايوه يا اسد سيمبا، هو بعد ما كل بينام تحت الشجره، والحته اللي فيها الحشائش الكتير دي حته جميله قوي، هو بقى بينام فيها. اصحى يا دب يا شرير، انت بتاكل حيوانات الغابه، انا لازم اقتلك زي ما قتلت بابا. هو انت لسه عايش؟ هو انا مش موتك؟ هو انت عايز تموت تاني؟
المرة دي بقى انت اللي هتموت، وهموتك يعني هموتك. طب خد انت لازم تموت، لازم تاخد علقة كبيرة قوي. انا مش لازم اسيب طار بابا، انا لازم هموتك وزوقتلك زي ما قتلت كل الحيوانات. طب سيبني خلاص انا مش هعمل كده تاني، سيبني انا جسمي بيتحطم، سيبني انا بتكسر. خلاص يا نمور، انت كده خدت طار ابوك وانقذت كل حيوانات الغابة. برافو عليك يا نمور، انت بقيت شجاع وخلاص كبرت قوي يا نمور.